في حوالي 10:10 من مساء يوم الاثنين 7 من ذي الحجة عام 1409 للهجرة، وأثناء خروج حجاج بيت الله الحرام من الحرم عقب صلاة العشاء، فوجئ ضيوف الرحمن بوقوع انفجارين، أحدهما في شارع مؤد للحرم والثاني فوق الكوبري المجاور له. وقد أسفرت نتائج الانفجارين عن قتل شخص واحد وإصابة 16 آخرين بإصابات مختلفة. وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أجياد المجاور للحرم لتلقي العلاج اللازم. وقد أعلنت حالة الطوارئ بمستشفى أجياد، وفتحت غرف العمليات الجراحية والعناية المركزة، وسارع الأطباء لعلاج المصابين الذين تعددت إصاباتهم. حروق شديدة من الدرجات الأولى والثانية وصل بعضها إلى الدرجة الثالثة، استرواح هوائي وتجمع دموي في الصدر، انفجار في قبلة الأذن، جروح متهتكة ونزيف داخلي، تمزق أوتار عضلات خلف الركبة، تمزق أعصاب الساق، وشلل في القدم والساق. إن كل مسلم يحمي هذا البيت، يجي زي ده يشوفوا أنا أموته، أقطع منه حتت كده وارمي، لو حتى لو الدنيا دي كلها تحاربني، حتى لو كان أخوه، لو كان أبويا أخويا ابني. ما عنده إسلام، ما عنده دين، ما عنده رحمة، اللي عمل فينا كده أنا ربنا اللي يعلم بالولع بتاع جسمنا دي بس كده. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أيدي هؤلاء الظالمين، لأن الله تعالى يقول في كتابه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يذيق من فعل هذا العذاب سوء العذاب. وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى تمكنت المباحث العامة من التعرف على مرتكبي هذه الجريمة الآثمة والقبض عليهم دون أن تؤثر تلك الإجراءات على مسيرة الحجاج في أداء مناسكهم بيسر وهدوء. وسوف ننقل للمشاهد الآن اعترافات أولئك الجناه وهم يتحدثون كل واحد عن دوره ومسؤوليته وما قام به من عمل إجرامي آثم في حرم الله وبيته الآمن. أقسم بالله العظيم أن أقول الحق وليس غير الحق. أنا منصور حسن عبد الله المحمي، كويت الجنسية من أصل الكويت، وعمري 32 سنة، وديانتي شيعي، وعملي معلم في المرحلة الابتدائية في مدرسة ابن حجر العسقلاني في منطقة الرقة، وسكني هو منطقة الرميثية، قطع 3 شارع 30 منزل 10. دوري في العملية هو دور المشرف العام، وبدأت الفكرة في الكويت عندما استدعاني محمد باقر المهري رئيس الحزب في الكويت، وقال لي بأن لتحقيق رغبة المسؤولين في الحكومة الإيرانية طلب مني أن أقوم تكوين خلية للقيام بعملية تفجيرات في مكة، وقال لي بأن الهدف من هذه العملية هو لزعزعة الأمن في المملكة والإثباتها بأنها غير قادرة على إدارة شؤون الحج، وأيضا لإثارة الرعب بين الحجاج. وأيضا طلب مني محمد باقر المهري أن أقوم بالاتصال بشخصين إيرانيين اللي كانوا يدعون بأنهم يعملون في السفارة الإيرانية، وهما صادق علي رضا ومحمد رضا غلام، على أساس أن يقومون بتزويدنا بالمواد المتفجرة. وفي يوم 22/6/1989 ميلادي الموافق 19 ذي القعدة 1409 هجري، بعد صلاة الفجر ذهبنا إلى مقر السفارة الإيرانية أنا وعبد الوهاب بارون وعبد العزيز شمس لنستلم المواد المتفجرة من الباب الخلفي للسفارة، وفعلا استلمنا هذه المواد. وفي يوم 4 ذي الحجة ذهبنا أنا وعلي كاظم إلى المواقع لمسح المواقع وتحديدها، وهي حول الحرم المكي، وتحديد المواقع وللمجموعات المشاركة. طبعا قبل لا نخرج من مقر السكن قام عبد العزيز شمس بتفصيل النهائي، وطبعا أثناء الخروج من مقر الحملة إلى المواقع وأنا كنت أحمل الأكياس اللي فيها المواد، كانت 4 وضعتها في سيارة الهاب لوري
وذهبنا إلى مواقع ووقفنا في الأماكن المحددة لنا اللي حددناها. ذهبت كل مجموعة إلى الموقع اللي حول الحرم لتنفيذ المهام اللي سوف يقومون بها. أقسم بالله العظيم أن أقول الحق وليس غير الحق. اسمي حسن عبد الجليل حسين محمد الحسيني، جنسيتي كويتي الجنسية، متزوج ولي 4 أبناء، أعمل مدرسا في أحد المدارس في دولة الكويت، مذهبي شيعي وسني 37 عاما. بالنسبة لالتحاقي بخلية حزب الله تمت قبل عام تقريبا، والذي حثني على الانتماء إلى هذه الخلية هو منصور المحميد وعلي عبد الله صالح. أوضحوا لي بأهمية الالتحاق بهذه الخلية وأنها هذه الخلية ستكون في خدمة الإسلام والمسلمين. أجد دوري في هذه الخلية أن أكون واعظا دينيا للشباب. كنا نجتمع في جمعية الثقافة الاجتماعية عن حزب الله ودور حزب الله في العالم ودور حزب الله في المجتمعات التي نعيشها، وأننا نقدم الخدمات سواء كانت اجتماعية أو غيرها سياسية أيضا، وأن لا نتأخر في خدمة هذا الحزب لأي شيء. فتحنا منصور المحميد لأنه ستقوم المجموعة بتفجير في مكة المكرمة بخدمة طبعا حزب الله. اقتنعنا بهذا الأمر، ذهبت إلى منصور المحميد وأخذت العبوة منه، وذهبت إلى مكان مخصص لي ووضعت العبوة، ثم رجعت إلى الحملة بعد انتهائي من العملية. أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق. اسمي عبد العزيز حسين علي محمد شمس، كويتي الجنسية، وعمري 20 سنة، وأعمل طالب في جامعة الكويت في كلية الهندسة قسم الهندسة الكهربائية، وأسكن في الرميسية قطعة 1 شارع الناصر المبارك منزل 94، وديانتي مسلم شيعي. كنت على معرفة بشخص كويتي يدعى عباس عبد الرسول المسوي، وهو مقيم الآن في إيران، حيث جندني قبل 2 تقريبا لصالح حزب السائرون على خط الإمام الخميني أو المتفرع من حزب الله، وعرفني بعد ذلك على الشخصين الإيرانيين اللذين يعملان في السفارة الإيرانية بالكويت، وهما محمد رضا غنوم وصادق علي رضا. تعرفت عليهما، زادت علاقتي معهما، وجندت معهما في حزب السائرون على خط الإمام الخميني. قد كلفوني هذين الشخصين في عام 1988 بإدخال مواد متفجرة من نوع مادة TNT تهريبا إلى داخل المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. كلفني منصور المحميد وطلب مني بأن أكون أحد الأعضاء ومن ضمن المشاركين في عملية التفجيرات التي تمت في مكة المكرمة في موسم حج عام 1409 وفي مساء يوم 7 من ذي الحجة. اسمي عبد الوهاب حسين علي بارون، كويتي الجنسية من أصل إيراني، عمري 22 سنة، شيعي، مدرس في المرحلة الابتدائية في مدرسة في الجهرة. أسكن في ضاحية عبد الله السالم قطعة 2 شارع مان بن زايدة منزل 22. في بداية دخولي إلى منظمة السائرون على خط الإمام وهي المتفرعة من منظمة حزب الله، كان كلمني عنها منصور المحميد منذ يناير 1989. كلمني الأخ منصور وقالنا أنا أريد تدخل معنا في منظمة السائرون على خط الإمام المتفرعة من حزب الله، لأن هذه المنظمة تخدم أهداف الشيعة وتخدم أهداف الشيعة في الكويت، واللي توصلنا بالنهاية إلى زمام الحكم في الكويت والسيطرة على زمام الحكم في الكويت. طبعا بالنسبة لعملية التفجيرات اللي حدثت في مكة، وقابلنا المسؤولين الإيرانيين اللي هم محمد رضا غنوم وصادق رضا، واستلمنا منهم المتفجرات. وأنا من موقعي هذا اللي أقول لك، لما أقول لك ما يخدم الإسلام يعني فعلا ما يخدم الإسلام، راحت في أرواح بريئة ما لها أي ذنب وما لها أي دخل في هذا العمل. الهدف من هذه العملية هو زعزعة الأمن في الحج والبلبلة فيه، وإشعار الآخرين بأن المملكة ما لها قدرة في إدارة الحرمين الشريفين، والعدم حضور الإيرانيين للحج.